وهو ماشي ما يعرفش ان الشنطه مقطوعه وبيقع منها الفلوس، بس بتشوفه البنت الخدامه وبتسحب الفلوس بالمكنه كهرباء، وهي ماشيه عشان تسحب الباقي بتلاقي ان دي اخر الوصله، وبتحط البانه في جزمتها عشان الفلوس تلزق في جزمتها، وهي ماشيه وراه عشان تاخد كل الفلوس، والولد بيبص عليها وبيقول له قعدت فين، وبتتخض وبتطول على مكان الاوضه وبيعزم عليها باللبانه بتاعته، واول ما بتاخدها منه بتاكلها ومفيش جوه وبيغمى عليها، وبعد شويه بتفوق وبتكون لابسه دهب وفستان في المطعم، وبتتخض وبتقول انا فين، ولا ايه دي مش ده اللي انت كنت بتحلمي بيه، تطلع لي المستوى اعلى من المسواكي، وبيقول لها المجله اللي عليها صورته، وبيطلع رجل اعمال كبير تتصل ماما بتعرف ان هو، وبيقول لها اطلب الاكل اللي انت عايزاه، وبعد ما بتطلب اغلى الاكل بيجي لها طلب غلط، فبتتضايق وتحط الجاتوه في وش زميلها اللي كانت شغاله معاه عشان جاب لها الاكل غلط، وبيعمل نفسه مبسوط وبيقول انا كنت عايز بنت زيك، وبيعرض عليها الجواز، والبنت من الفرحه بتصرخ وبتقول هيتجوزني، والناس كلها بيسقفوا لهم، وبيجوا واحد وبيقول لهم انا مأذون، وبيلبسها الطرحه وبيقول لها هل تقبل الزواج منه، وبتقول اه طبعا، وبيقول هل تقبل الزواج منها، وبيقول لا طبعا، وبتقول له انت بتقول ايه، وبيقول انت فاكر ان انا هتجوز واحده قليله الاصل زيك حراميه، واول ما عليت تدوس على زميلك وبيسيبها وبيمشي، ولسه ما فاقتش من الصدمه بتلاقي زميلها اللي دلت عليه جاتوه بيقول لها فين حساب الاكل اللي انت طلبتيه، وبتقول له مش معايا فلوس، وبيديها مقشه ومساحه وبيقول لها هتمسحي بيهم الحمامات،